السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني كتير. انا بقالي كتير ما صورتش معاكم علشان قريب داخله على امتحانات ثانويه عامه، هي اللي بتصور وهي اللي بتمنتج لي. هي مش فاضيه اليومين دول بقى. ادعوا لها يا جماعه، ربنا ينجحها وينجح الجميع ان شاء الله. انا النهارده بقى هعمل معايا ايه؟ فرخه هحشيها زي ما بنحشي الحمام كده بالظبط. الفرخه هي الرز على قد الفرخه، يعني دي مج رز، يعني يجي ربع كيلو يا دوب على قد الفرخه. هنعمل جنب الفرخه كوسه غسلتها وقطعتها هي قطع صغيره كده، وهنعمل رز بشعريه. صلايه كبيره قطع صغيره كده، حطيت معلقتين زيت، حطيتها هي على النار، اتبلت شويه. اضيف بقى البهارات بتاعتي. خلاص كده بقى انا حطيت البهارات حطيت فلفل اسمر وكمون والبهارات السبعه وشويه قرفه وشطه. الشطه حسب الرغبه، حطيت نص معلقه صغيره. هضيف بقى الرز. بتاعي مع البصلايه مع التوابل هضيف الميه. طبعا انا مش هضيف ميه كتير يا جماعه علشان انا عايزاه نص سوا بس. يا دوب نص سوا بس عشان هيكمل السوا بتاعه مع الفرخه. هضيف بقى الملح. خلاص بقى هوطي عليه النار، واما يستوي نحشي الفرخه مع بعض. خلاص يا جماعه بقى انا الرز استوى اهوت نص سوا زي ما قلت لكم، وبرد هدي اهوت. هنبدا ايه بقى نحشي الفرخه مع بعض. انا قيدتها كده او كتفتها ايه علشان ما تضايقنيش بعد ما احشيها اهي كده. بقى هحشيها عشان ابقى اقفلها بالقناصه على طول. كده خلاص بقى يا جماعه الفرخه اتحشت، الرز اهي هقفل بالقناصه كده اهي عشان الرز ما يقعش مني. بعد ما عملت القناصه حطيت القناصه، هقفل بالخله دي يا جماعه اهي احتياطي. يعني هو القناصه ساده مش هتنزل حاجه، بس احتياطي عشان ما فيش رز ينزل من الفرخه ويبهدل لي الدنيا اهي كده. بقى يا بنات عند الزور كده، وجبت فتله بيضه اهيت ولفتها كده علشان برضو احتياطي الرز ما يفكش مني اهي. بقى الميه بتغلي، حطيتها تغلي على ما حشيت الفرخه. هحط الفرخه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط بقى طماطمايه وجزرايه وبصلايه وهحط التوابل كده. بقى يا بنات انا حطيت البهارات اللي عندي، حطيت فلفل اسمر وكمون وورق لورا وقرفه والبهارات السبع. هحط بقى ايه شويه الملح. سيبها بقى الفرخه تستوي ونرجع مع بعض ان شاء الله. انا اللي حطيت الفرخه تستوي معاكم. هنعمل الكوسه مع بعض. خرطت بصلايه كبيره وحطيت شويه زيت او الماده الدهنيه اللي بتحبيها بقى، السمنه عندك زيت. انا حطيت معلقتين زيت. البصلايه تتبل بس كده. هضيف بقى ايه الطماطم بتاعتي كده. خلاص بقى البصلايه انا مش بحب احرقها عشان ما كده. خلاص بقى انا حطيت الطماطم لان هي كانت في الفريزر هتفكك بس، واروح حاطه الكوسه بقى تتقلب قلبتين وازودها شوربه. بص يا جماعه الفرخه استوت. انا هسويها هحمرها في الطاسه من فوق علشان الفرن عندي فيه مشكله، مش هدخلها الفرن. بس بقى انا سقطت الكوسه في قلب الطماطم، خدت تقلبتين كده يجي 5 أو 10 دقايق، زودتها شوربه وكده. الرز اتعمل اهو، بس ما تصورش بقى معاه اهو. رز مفلفل جميل اهو بالشعريه. الكوسه استوت، تبقى غرفها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى غرفنا الغدا بتاعنا. الرز بشعريه اهو عليه الفرخه اللي حشيناها مع بعض، وعملنا الكوسه وعملنا سلطه خضراء. السلام عليكم.